البحث العلمي هو كلمة السر لنجاح أي أمة. لابد أن تكون هناك أبحاث وتكون قائمة على قواعد معلومات وبيانات جيدة جدا وتقدم لصانعي القرار حتى نجد في النهاية نتائج جيدة لكل المجالات. يعني أنا بتكلم مثلا على مجال الاقتصاد، لابد أن تكون هناك مثلا دراسات جدوى ومعلومات ودراسات لأي شركة جديدة يعني بتهتم إنها تدخل مثلا في مجال التجارة أو الصناعات الغذائية أو الصناعات المعدنية مثلا في مصر. حتى البورصة محتاجة معلومات ومحتاجة أبحاث، عشان برضو لما واحد يشارك في البورصة لابد أن يكون على وعي بما يدور. على المجال الاقتصادي لابد أن تكون هناك حسابات. حتى لو جينا على نطاق البنك المركزي لما بيجي بياخد قرارات لجنة الفايدة انها بتحدد مثلا رفع الفايدة أو انها تقللها أو تثبتها، لابد أن تكون هناك أبحاث وحدات بحوث داخل البنك المركزي بتقدم تقرير للأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وبناء على هذه المعلومات بيتخذ القرار. فهذه أهمية البحث العلمي وأهمية المعلومات اللي هنتكلم عليها في حلقة النهارده. بس برجع لمريم وبحييك. اهلا بيك مرة تانية يا مجدي، واسمحوا لي ارحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو. منورنا الدكتور حسن سلامة، استاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني يمكن يا دكتور قبل ما نتكلم يعني باستفاضة عن البحث العلمي، بس انا عارفة ان حضرتك حصلت على جائزة الدولة في البحث العلمي في العلوم الاجتماعية. صحيح. حابه برضه حضرتك تكلمني عن هذه الجائزه يعني حضرتك كنت بتتكلم عن ايه في البحث، خاصه العلوم الاجتماعيه كلمه شامله وكبيره قوي. حابه اعرف حضرتك كنت بتتكلم طبعا. انا بشكركم يعني على الاستضافه حضرتك والاستاذ مجدي، يمكن وبشكركم برضو على التهنئه بالنسبه للجائزه. يعني الحمد لله انا حصلت على جائزه الدوله للتفوق في العلوم الاجتماعيه. زي ما حضراتكم عارفين دي جوائز الدوله اللي بتبدا بالجائزه التشجيعيه وثم جائزه التفوق ثم الجائزه التقديريه ثم جائزه النيل. دي 4 مستويات للجوائز في العلوم الاجتماعيه وفي مجالات اخرى يعني تمام، في الفنون والاداب وغيرها. تمام. جائزه التفوق على وجه الخصوص لابد انه الشخص اللي يحصل عليها يكون له بصمه في المجتمع. عشان كده يمكن الكلام اللي قاله الاستاذ مجدي في المقدمه ارتباط البحث العلمي بتقدم المجتمعات. تمام، انه لازم يبقى له بصمه خلال 15 سنه على الاقل، وان هذه البصمه بتكون موثقه من خلال بحوث منشوره يستفيد منها المجتمع. تمام. والحقيقه يعني بيبقى التقدم لهذه الجائزه يعني مفتوح للجميع، بيتقدم مثلا 50 او 60 شخص شايفين في نفسهم الكفاءه في هذا الامر، تنطبق عليهم الشروط، بيتم تصفيه هذا العدد الى حوالي 6 اشخاص فيما يطلق عليه القائمه القصيره، وده بيبقى معني به المجلس الاعلى للثقافه اللي هو معني بجوائز الدوله. بعد كده بيتم التصويت بقى من خلال 40 شخص على 4 جولات مين الاشخاص اللي يستحقوا جائزه التفوق على وجه الخصوص من خلال التصويت السري ما بين الاشخاص اللي موجودين، وهم مقامات كبيره اكاديميه وعلميه وبحثيه في مجالات مختلفه. بتختار الاشخاص وبيعلن النتيجه. تمام. فبتمر القصه دي من شهر 10 من كل عام لغايه ما تعلن في 30 مايو. هي اعلنت في 30 مايو الماضي، فمرحله طويله جدا. لكن الحقيقه الجائزه عموما هي بتاكد حاجتين. اولا انه اهتمام الدوله بقى كمان. بالظبط. اول حاجه انه جهد الشخص ما بيذهبش سدى، ان الجهد اللي بيبذله الشخص لسنوات طويله بيلقى في النهايه جايزه، بيلقى نجاح معين. الحاجه اللي حضرتك اشرت اليها بقى حاجه اهم، انه الدوله لا تنسى ابنائها من المفكرين والعلماء والباحثين، ودايما تديهم حاجتين: المحفز من خلال هذه الجائزه، والمسؤوليه انه يستمر في نفس المسار. علشان كده يمكن هذه الجائزه بتمثل اللي بيحصل عليها دايما مسؤوليه كبيره انه يستمر في عمليه البحث. تمام. بالنسبه للعلوم الاجتماعيه، وحضرتك سالتي على هذا الكلام، يعني العلوم الاجتماعيه مهتمه بدراسه الظواهر اللي بتحصل داخل المجتمع، زي بالظبط العلوم الطبيعيه ما بتدرس حاجات تفيد المجتمع. تمام. او يعني تحل مشكلات موجوده داخل المجتمع. انت بتشوفي سلوكيات موجوده، قيم مختلفه، ظواهر متعدده موجوده محتاجه دراسه. طب الظواهر دي انتشرت ليه؟ طب نحلها ازاي؟ طب نتعامل مع المجتمع ازاي؟ من خلال البحوث اللي بتقدم خصوصا في العلوم الاجتماعيه بيطبق من خلالها ما نطلق عليه السياسات العامه اللي بتاخدها بقى الدوله وتنفذها. تمام. علشان تشوف نتيجه هذه السياسات على الناس، وندرس مره ثانيه هذه السياسات واثرها. اتفضل. هل الظواهر مثلا الملفته للنظر بيتم اختيارها من الباحثين نفسهم، هم مثلا بيحددوا 5 أو 6 ظواهر، ولا في جهات ممكن بتساعد المركز بتقدم لك مثلا زي الحكومه ممكن تقول لك انا محتاج ان انا افهم ظاهره مثلا زي ايه تجاره العمله، يا ريت تدرسوها لي وتشوفوا لي مثلا ليه ليها تاثير سلبي على الاقتصاد، طبعا ايه سببها،
تشجيع مثلا فكره المضاربات وفكره الكوره مثلا والشحن ما بين الاهلي والزمالك والجمهورين، التعصب بالظبط، التعصب. طبعا. هل بيحصل الكلام دوت احيانا من سؤال الدوله؟ حضرتك مهم يا استاذ مجدي الحقيقه. ليه؟ لانه انا هجاوب الشقين. الشق الاول ان انت عندك حريه البحث اللي ممكن تختار من خلالها الظاهره. هي الظاهره يعني ايه؟ حاجه ملفته متكرره فلفتت النظر، بالظبط انتشرت، فحب الباحث باهتمامه الشخصي ان هو يخضعها للبحث لانها هتفيد في المجتمع، او بتكليف من جهات تنفيذيه معينه شايفه انه المجتمع فيه ظاهره والمراكز البحوث اللي موجوده ما درستهاش بالقدر الكافي. لا، احنا محتاجين الحقيقه دراسه متعمقه لهذا الموضوع. ميدانيه طبعا تاخد عينه حضرتك؟ طبعا ده لازم، لانه انا يعني انتمائي للمركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه شغله الاساسي هو فكره الدراسات الميدانيه. ان انت تنزل الشارع، تنزل تتعامل مع الناس وتاخد العينات، عينات ممثله، وحط خط كبير قوي تحت كلمه عينه ممثله، لان انا بتكلم على عينات قوميه، بقول الشعب المصري عاوز. فلازم جميع الفئات وجميع الطبقات نشرح ازاي ممثله بالظبط كده. يبقى فيها السن مختلف الأعمار، يبقى فيها النوع، يبقى فيها الانتشار الجغرافي من كل المحافظات، يبقى فيها التعليم بمستوياته المختلفة من الأمي للحاصل على الدكتوراه، يبقى فيها طبيعة العمل المتنوعة اللي هو بنسميها بالمعنى العلمي بين قوسين كده السمات الديموغرافية، سمات السكان يعني اللي موجودين، الناس اللي عندي ذكور بالظبط يعني ذكور وإناث، ذكور وإناث من سن ال 18 فما فوق لغاية ال 60 وأكتر، تمام، منتشرين في المحافظات ال 27 محافظة، تمام، لأن أنا ما أقدرش آخد من منطقة ومنطقة لأ، تمام، لأنه في تباينات واختلافات كبيرة. هذه العينات الممثلة الحقيقة بتديني نتيجة أقدر أقول من خلالها بقوة الشعب المصري يريد كذا، أو الشعب المصري مش عاوز كذا. ده فايدته إيه بقى؟ فايدته إيه إنها تبقى عينة ممثلة؟ إنه صانع القرار اللي بيحط السياسة عنده داعم مجتمعي، يقول أنا سألت الناس وبناء على رأي الناس، تمام، أنا اتخذت هذه السياسات، وبناء على رأي الناس استطيع ان انا اعدل في هذه السياسات لان فيها مرونه كبيره جدا. لو احنا وجدنا ان هذه السياسه مفيش قبول لها مثلا مجتمعي، لا، وارد ان انا اعدلها بما يتناسب مع احتياجات الناس. دي فايده البحث العلمي والدراسات الميدانيه اللي بتجرى، واظن ان المركز بتاعنا المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه سابق في هذا الامر لانه منشا من الخمسينات من القرن العشرين. ايه امثله يعني موضوع او قضيه تكون او ظواهر تكون فعلا الراي العام اثر، او يعني التجربه اللي حضرتك عملتها واخذ العينات دي اثرت في اتخاذ القرار بشكل كبير او تعديله؟ مثال واقعي وقريب جدا زمنيا يا استاذه مريم. الكورونا، وقت انتشار الكورونا، تمام، عارفاها وعلشان كده انا بقول لحضرتك عليها يعني تمام. الكورونا، تمام، كتير من مؤسسات الدوله يعني توقفت او كانت نصف قوه العمل او غيره لاسباب كتير يعني، تمام، عدم انتشار الوباء والكلام، تمام. احنا في الوقت ده، تمام، وهنا الحقيقه بخص قسم استطلاعات وبحوث الراي العام. احنا عملنا حوالي 6 استطلاعات من اول ظهور هذا الوباء لغايه ما انتهى هذا الوباء. كانت فايدتها ايه هذه الاستطلاعات؟ ان احنا نقول للدوله، نقول للحكومه ازاي تتعامل مع هذا الوباء، لانه كان مفاجئ مش لمصر بس، كان مفاجئ للعالم كله، مش جديد، محدش عارف حاجه يعني، تمام. وبالتالي طب الناس رايها ايه؟ نقفل المساجد ولا نفتحها؟ طب الناس تاخد سجادة الصلاة معاها ولا لا؟ طب الناس تقفل أماكن الوضوء ولا لا؟ طب الناس تستخدم المواصلات وتستخدم الكمامات ولا لا؟ كل دي والسهر وحظر التجول والكلام ده كله، وحظر التجول والكلام ده كل ده وقفل المولات انا اقول لك يا استاذ مجدي، معلش انا اقول لحضرتك، تمام، استاذه مريم، ان كل السياسات اللي اتخذتها الدولة كانت بناء على النتائج اللي طلعت من بحوث الكورونا. 6 بحوث موجودة ومنشورة، تمام، وكانت يعني بتذهب اولا باول لرئاسه الوزراء، تمام، وكان بناء عليها بتصدر السياسات العامه، رغبه الاغلبيه، دي رغبه الناس يعني. بالظبط كده، بالظبط. وساعدت الدوله كمان في اكتشاف انه الدراسه العلميه هي اساس تقدم المجتمع واساس تطور المجتمع. ده اول مره الكلام ده يتقال. يمكن يعني ما كانش الترويج او التسويق يعني رغم انه كلام مهم جدا وبيبين ان اسس علميه بتتخذ بناء عليها الحكومه، وان الدوله بتهتم، الدوله بتهتم. ده ميزته كمان يا استاذ مجدي، انه الدوله اخذت المساله ماخذ الجد، تمام، انه ما عادش بقى الكلام حوالين انه في فجوه، تمام، ما بين مراكز البحث العلمي والجهات التنفيذيه، لا، الجسر موجود،
بدليل انه انا بقول لك شخصيا كنت بقوم بارسال هذه النتائج الى رئاسه الوزراء، وكنا بنلاقي الصدى بتاعها الواقعي مباشر في الاعتبار، مباشر في قرارات على طول. كان يوم الاربعاء الشهير ده بتاع اجتماعات مجلس الوزراء بتاع قرارات الكورونا، بنستناه بالظبط نستناه ونشوف القرارات ومدى تطابقها مع نتائج الدراسات اللي اجريت. ده انا حضرتك ده مثال واضح. في امثله اخرى تاريخيه تمام فيما يتعلق مثلا باعتبار المدمن مريض، باعتبار المدمن مريضا، وده كان احد التعديلات على التشريعات اللي موجوده والتعامل الحالي يعني تمام ان اجريت دراسات تمام وبحوث على مجموعه من المدمنين وعلى الناس شايفه المدمن ايه، هل هو مجرم تمام ولا تمام هل هو مريض يستحق العلاج. اكتشفنا ان هو مريض في احيان كثيره جدا، وبالتالي كان هنا التعديل التشريعي انك تنظر اليه على انه مريض حتى يعاد ادماجه في المجتمع مره ثانيه. تمام ظاهره الطلاق مثلا وانتشارها تمام خصوصا في السنوات الاولى من الزواج، وازاي نقدر نحل هذه المساله، وكان ترتب عليها برامج توعويه بتقوم بيها الوزارات المختلفه النهارده للمقدمين على السيد الرئيس مهتم بالملف ده شخصيا، الملف ده بالظبط، وبدا يدور على اسبابه، وكان في تواصل ما بين وزارات العدل والاوقاف والازهر بالظبط كده عشان بالظبط كده الملف. النقطه اللي حضرتك بتقولها يا استاذ مجدي نقطه مهمه جدا، انه في اراده سياسيه لتعزيز البحث العلمي في مصر. هناك إرادة سياسية لتعزيز البحث العلمي في مصر تمام. لما القيادة السياسية تمام بتوجه تمام بأنه هناك اهتمام حقيقي بما نسميه المعرفة اللي هي أساس تقدم المجتمع، أنت بتلاقي جهات كثيرة جدا بتعمل في تنسيق جيد جدا تمام وتوزيع أدوار جيد جدا، وده اللي حصل في دراسة كتير من الظواهر المجتمعية سواء كانت بقى اجتماعية صرفة أو اقتصادية أو حتى سياسية. تمام. انا عايزه اقول انه برضو من المشاكل اللي دايما والحقيقه السيد الرئيس دايما بيشير اليها واحنا بنعاني منها في مصر اللي هي الزياده السكانيه. صحيح. وحضرتك بقى بتتكلم في العلوم الاجتماعيه، فده برضو اكيد شق مهم جدا او جزء مهم جدا من تخصص حضرتك. فهل برضو هنا هيبقى في اهتمام اكتر؟ انا عارفه ان في اهتمام من الدوله، لكن احنا محتاجين اكتر وتكثيف اكتر في هذا الاتجاه وهذا الملف. بص يا استاذه مريم، انا عايز اقول لك على حاجه فيما يتعلق بالدراسات والبحوث. الموضوع ده قتل بحثا لسنوات الحقيقه، أنا متوقع. والارفف مليئه بنتائج دراسات وبحوث. طب المشكله فين؟ المشكله في ثقافه الناس، وعي الناس، في ثقافه الناس، في وعي الناس. انت محتاجه تاخدي الكلام ده وتطبقيه في صوره برامج توعيه، انك تقولي للناس والله الزياده السكانيه دي زي ما بنقول كده ميكسد بليسنج. يعني ايه ميكسد بليسنج؟ يعني نعمه ونقمه. تمام. نعمه لو انت عرفت توظفها كويس تمام، ونقمه اذا كانت هي تمثل ضغوط على الموارد المتاحه. طب احنا وضعنا شكله ايه دلوقتي؟ ان الموارد محدوده. صحيح. يبقى اذا محتاجين ان احنا نرشد شويه العمليه دي حتى تمثل نعمه بالنسبه لك كشخص. انت بتجيبها مش عشان العزوه، انت مش بتخلف مع احترامي للكل يعني. مصدر دخل بالظبط. لا انت عايزهم علشان يفيدوا مجتمعهم ويفيدوا دولتهم. يبقى اذا المساله تحتاج الى التطبيق من خلال برامج توعيه حقيقيه يقتنع بها الناس. تمام. طيب انا هستاذن حضرتك، هنتوقف مع فاصل اعلاني سريع وبعدين نرجع نواصل الحوار. فاصل ونرجع. اتفضل. في موسم الدراسة تنطلق أسراب الطلبة في رحلة شاقة بحثا عن الواي فاي المجاني، وعند الاتصال بواي فاي غير آمن يسرع بعضهم لمتابعة الإنترنت البنكي، فيسقط أحدهم فريسة للهكر دون أن يشعر باقي السرب، ويستمر في السقوط واحد تلو الآخر. ما تخليش نفسك صيدة سهلة. اتأكد انك على واي فاي آمن قبل ما تدخل على موقع البنك وتدخل بياناتك. لو بياناتك راحت فلوسك راحت. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. شركة تيك كود تصدر لأكتر من 20 دولة. طب ممكن نبقى احنا ده على فكرة. طب مش هتكبروا الشركة ولا ايه؟ ما المنتج اهو مستنيين ايه؟ بس يلا. طب بكرة، طب بعد، كل حاجة مش شايف، مش حاسس، مش متأكد لحد امتى؟ طب قررتوا مدير مين؟ راس مالكوا هتزودوه منين؟ قمتوا قلقتوا فتلجلجتوا ولا وضعكم سبيكوا. قوموا قدموا على قرض بنك القاهرة للمشروعات. عيب الواد كبر. كبر مشروعك وقدم على قرض انجاز اونلاين للمشروعات الصغيرة وابتدي قصة نجاح حالا. بنك القاهرة، فرص بلا حدود. ايديكي مش فاضية؟ شلت اوزان بس مش شايل محفظة. عاش.
شيلوك الليلة ومحدش شال معاك. على طول مستعجلة. ما ينفعش تلمسي حاجة؟ بقول لكم ايه، هاتوا سعيد باي باند اسود الدفع ذكية وبنفس امان الكارت. وكمان واتر بروف. بنقدم بكل فخر والأول مرة في مصر وثيقة تأمين حياة كريمة للحوادث الشخصية. وثيقة تأمين علشان تقوم بعد أزمة وسند بعد أي حادثة، معك في الصعب وبنخليه يعدي من غير ما تحتاج لحد. التأمين أساس للكل. مصر للتأمين، حسن أمان للملايين. في موسم الدراسة تنطلق أسراب الطلبة في رحلة شاقة بحثا عن الواي فاي المجاني، وعند الاتصال بواي فاي غير آمن يسرع بعضهم لمتابعة الإنترنت البنكي، فيسقط أحدهم فريسة للهكر دون أن يشعر باقي السرب، ويستمر في السقوط واحد تلو الآخر. ما تخليش نفسك سيدة سهلة. اتأكد انك على واي فاي آمن قبل ما تدخل على موقع البنك وتدخل بياناتك. لو بياناتك راحت فلوسك راحت. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. شركة تيك كود تصدر لأكتر من 20 دولة. طب ممكن نبقى احنا ده على فكرة. طب مش هتكبروا الشركة ولا ايه؟ ما المنتج اهو، مستنيين ايه؟ ما يلا. طب بكرة، طب بعد، كل حاجة مش شايف، مش حاسس، مش متأكد لحد امتى؟ طب قررتوا مدير مين؟ راس مالكوا هتزودوه منين؟ قمتوا قلقتوا فتلجلجتوا ولا وضعكم ثبتوا. قوموا قدموا على قرض بنك القاهرة للمشروعات. عيب الواد كبر. كبر مشروعك وقدم على قرض انجاز اونلاين للمشروعات الصغيرة وابتدي قصة نجاح حالا. بنك القاهرة، فرص بلا حدود. الحياة حب الحياة اوعى تجادلها. الحياة حلوة الحياة. الحياة حب الحياة هتشوف جمالها. الحياة حب الحياة واوعى تجادلها. الحياة حلوة الحياة. حلوة الحياة، عيشها واحنا نأمنها لك. مصر لتأمينات الحياة، بكرة يبدأ النهاردة. من سنين قلنا هيكمل حلمنا، وبكرة جاي عشان نملى عنا حكايات، وكل ثانية تعدي مش هتفكنا، وادي النهاردة بيتحقق كل اللي فات. احنا حلمنا سعينا مالنا قدرنا وصلنا لحلم جديد، واللي اتحقق يجي تاني زيه ومش هنوقف لسه كتير. 40 سنة من الإنجازات بنحلم وبنحقق. HDB بنك التعمير والإسكان، بنعمل حساب لبكرة. يا رب يا رب. كل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب. كل الناس بيقولوا أكتر من 20,000 من أسرة النساجون الشرقيون بيقولوا يا رب كل الخير لمصر. يمكن في الفاصل كنا بنتكلم على صعوبة البحث العلمي والعينات والاستطلاعات، لأن بنتكلم مثلا على التعامل مع بعض المجتمعات المنغلقة. إذا كنت بتكلم على الصعيد، عن سيناء، عن المجتمعات البدوية، المجتمعات الريفية المنغلقة بتحتاج نوعية خاصة من الباحثين. المشكلة ديت ممكن تؤدي إلى ارتفاع تكلفة البحث وزيادة الفترة اللي بيتم من خلالها عمل البحث. يمكن الموضوع ده لازال محل جدل. هو طبعا محل جدل، لانه يعني اي عمل ميداني فيه تحديات الحقيقه. من بين التحديات دي ما اشرت اليه حضرتك، انه يعني المجتمعات بتاعتنا خصوصا في الصعيد وبعض المحافظات الحدوديه لها طبيعه خاصه، والتعامل معاها علشان اولا تكسب ثقه اللي بنسميه بين قوسين المستجيب او المبحوث، يعني دي مساله ما هي سهله. علشان كده الخطوه المهمه هنا الحقيقه هي تدريب الباحثين، انه لابد انه يكون في باحث مدرب وباحثه مدربه.
يعني انا ما اقدرش انزل باحث تمام في في مجتمع وانا عايز سيدات تمام، لازم الاثنين ينزلوا مع بعض تمام، لانه العينه بتاعتي فيها ذكور وفيها اناث، اقدر اتغلب على التحدي اللي موجود ده. طيب الباحث ده انا بدربه على ايه؟ بدربه الحقيقه على انه يكسب ثقه المبحوث تمام، مش اول سؤال يساله له انت اسمك ايه ودخلك كام، ابدا، لانه دايما الناس عندها توجس شديد جدا من حق غريب جاي بيتكلم معاك، ده طب عارف اللفظ الشائع ده طب علينا في البلد تمام، ده لفظ شائع الحقيقه في الميدان تمام، طب علينا ده علشان ياخد مننا بيانات، اصل الحكومه هتفرض علينا ضرائب، اصل الحكومه هتاخد عننا كذا. طيب ازاي تكسب ثقته وتقدر تعمل معاه حوار وبعدين تدخل بقى في مثلا حضرتك قصدك مؤتمرات مدخل او يعني طبعا انه مدخل الكلام يبقى ايه بادئ بايه بحاجات تطمن حاجات تطمن بالظبط، ان احنا والله ده احنا مهتمين برايك، ده احنا يهمنا جدا ان احنا نعرف، لان انت شخص على وجه الخصوص لك راي محترم، والدوله بتدي دلوقتي اهتمام للاراء وكلام، يعني مدخل معين يدي ثقه شويه تمام. هل ده دايما بينجح؟ مش بالضروره، لانه حضرتك ممكن تفاجئ بان حد تخبط عليه ويقوم قافل في وشك الباب تمام، ممكن يحصل تعدي، ده مش للدرجه دي يعني، احيان بسيطه، لكن الشعب المصري طيب اصلا يا استاذ مجدي، يعني بقدر الامكان يعني ما بيحصلش. هو يقعدوا ويعمل له شاي وكل حاجه، بس ممكن ما يقولوش ولا او ما يقعدوش يا استاذ مريم، او ما يقعدوش. طب لما قعدوش يعني ضيفه مش هيقول بالظبط، او رحت ما لقيتوش، ما انا ممكن اروح ما لقاش الشخص، لانه خلي بال حضرتك انا لما انت بتكتب اسمه في العينه وحضرتك ولا سري؟ الاسم بالاختيار، هو عايز يقول مش عايز هو حر تمام، هو عايز يقول، لكن انا ببقى رايح بعينه من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء بالاسماء. بالاسماء، انا ما بروحش اقول لا والله انا هختار ده بناء على ايه؟ هو المواصفات يعني اللي انا قلتها لحضرتك دي، المواصفات دي انا ببعتها للجهاز المركزي، هو يديني عينه موجوده في شبرا في شارع كذا. لا قصدي هو بيختار العينه دي عشوائيا؟ لا هو بيختارها وفق السمات اللي انا قلتها لحضرتك دي، السن والنوع والعمل والكلام ده كله. ممكن كذا حد يبقى طبعا في نفس السن ونفس العمل. ما انا بقول له العينه دي، هو بيختار بقى المحافظات على حسب ما هو شايف انها ممثله للمجتمع تمام، فيقول لي والله انت هتاخد القاهره او مش هتاخد القاهره تمام، هتاخد الجيزه وهتاخد اسوان وهتاخد مطروح وهتاخد الغربيه والشرقيه وهكذا، توزيعه المحافظات بتاعتنا تمام. فانا بروح بالاسماء، كون ان انا اكتب الاسم او ما اكتبش الاسم ده على حسب اختيار الشخص نفسه تمام، لانه عندنا قاعده في الدراسات الميدانيه بتقول انا يهمني الراي مش صاحب الراي. انا يهمني الراي، انا باخد الراي علشان استفيد منه في السياسات، مش علشان اسجله على فلان خالص، انا يهمني الراي وليس صاحب الراي تمام. غير كده بقى التكلفه طبعا، انت عشان حضرتك تنقلي فرق موجوده او تبقى فرق متوازيه تمام، هتحتاجي تكلفه ماديه كبيره جدا طبعا. ودي قضيه الحقيقه اكبر كتير من الدراسات الميدانيه، يعني فكره تمويل البحث العلمي هنا، تمويل البحث العلمي دي هي القضيه الاساسيه، قضيه اساسيه بالظبط، قضيه اساسيه. واذا خدناها من اطارها الاوسع الحقيقه يا استاذه مريم، هتجدي مثلا انه الدستور في الماده 23 بينص على ايه؟ انه الدوله تكفل حريه البحث العلمي. ليه؟ لتحقيق السياده الوطنيه وبناء اقتصاد المعرفة. شايف الهدفين شكلهم ايه؟ طبعا. إذن اكتمال السيادة الوطنية من خلال البحث العلمي وقاعدة معرفية جيدة. طبعا. لن تتحقق هذه السيادة الوطنية ليه؟ لأنه النهاردة الحروب أصبحت حروب معرفة، حروب أذهان، حروب عقول، حروب معلومات بالظبط. طب أنا همول بقد إيه؟ الدستور في نفس المادة بيقول ما لا يقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي. هل ده كافي؟ لا مش كافي. هل ده يتوافق مع المعدلات العالمية؟ لا يتوافق مع المعدلات العالمية. هل احنا محتاجين دخول المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال وغيرها أنا بشكرك على دعم البحث العلمي؟ أنا بشكرك على ده. ليه؟ لأنه العالم بره فيما يسمى بالوقفيات. الوقفيات بيوقف مال لصالح بحث علمي معين. صحيح. ده بالنسبة للقطاع الخاص. واحنا عندنا رجال أعمال كثيرين الحقيقة ويستطيعوا أن يدلوا بدلوهم في هذا المجال بكثرة شديدة جدا، إنه يعمل وقفية لصالح بحث علمي معين. حضرتك أشرت يا أستاذ مجدي مثلا للناحية الاقتصادية تمام، أو أشرت للناحية دوائية، تصنيع دواء جديد لمواجهة مرض تمام، ده مهم جدا يبقى فيه التمويل بتاعه، ومش بالضرورة يجي من الدولة، لا يجي كمان من القطاع الخاص، على إنه القطاع الخاص يستفيد من هذا الأمر. طب القطاع الخاص هيستفيد ايه؟ اولا جزء من اللي هو هيعمله الوقفيه هيتشال من وعائه الضريبي، هيتشال من وعائه الضريبي، دي حاجه. الحاجه الثانيه وارد جدا ان هو يستخدمه للاستفاده الماديه، يجيب عائد مادي بالنسبه له، ياخد ربحيه معينه. يبقى اذا احنا محتاجين نتغلب على فكره التمويل الحكومي من خلال التمويل من القطاع الخاص والقطاع الاهلي. تمام. طب لو اتكلمت على الاستثمار في الشباب
وتأهيلهم ليكونوا قوة ضاربة في سوق العمل. كويس. هل هناك أبحاث اتعملت أو دراسات اتعملت في هذا القطاع بحيث أنها تقدم لصانع القرار برضو توجه يعني أو طريق تفتح له طاقة في الموضوع ده؟ والله أنت بتمس حاجات يعني كانت في ذهني وأنا جاي، ما اعرفش انت تقريبا عرفتها مني يا استاذ مجدي. رياده الاعمال، بيقرا افكار رياده الاعمال، تمام، وفكره الارتباط بالوظيفه الحكوميه. احنا عملنا دراسه، تمام، حوالين رؤيه الشباب لسوق العمل. هل هو سوق العمل الحكومي المعتاد اللي كان ماشي على المثل الدارج بانه تمام ان فتك المير يتمرغ في ترابه زي ما بيقولوا، ولا النهارده بقى عندهم تمام قدره ورغبه ومهاره ان هو يبتكر بس ينقصه الدعم؟ لا، وجدنا ان النسبه الاكبر لا ماشيه في الاتجاه الاخر، الاتجاه انه عنده مهاره معينه عايز بس حد يدعمه فيها. من هنا بيجي بقى فكره براءات الاختراع، فكره حاضنات الاعمال اللي موجوده. احنا عندنا حاضنه مشهوره جدا انديفر دي اللي انطلاق اللي موجوده في اكاديميه البحث العلمي، تمام، بتوفر الحقيقه دعم كبير لكتير من الشباب. اذا تفكير الشباب اتغير، تمام، يبقى انا لازم الشباب اللي هو سن الطموح وسن التغيير وسن الابتكار هو مرتبط بسن الشباب الحقيقه. انت تعلم يا استاذ مجدي ان مصر في اخر تقرير للمنظمه الدوليه للملكيه الفكريه احتلت المركز ال89 في مؤشر الابتكار، وده مؤشر مرتفع. احنا كنا قبل كده متاخرين حوالي 10 او 12 مركز، فتقدمنا في اخر مؤشر 22 ده تمام للمركز ال89. هل ده المركز المأمول؟ لا. انت محتاج مركز اعلى من كده. لكن هل احنا محتاجين يعني يبقى في تحفيز اكتر ليهم عشان يدخلوا في هذا المجال؟ أكيد. يعني الدوله محتاجه تحفزه. طب احنا نلف ونرجع برضو للدعم الخاص والمؤسسات الخاصه. اكيد القصه ما هي العقده موجوده فين يا استاذه مريم؟ تمام، انك توفري بيئه داعمه. البيئه دي مقومات كتير، هتشجع الشباب ساعتها. البيئه دي مقومات كتير، اولها التمويل، تمام. تاني حاجه الاقتناع باهميه البحث العلمي والمعرفه، وده موجود دلوقتي وزاد نسبته بدرجه كبيره. يبقى المشكله في التمويل، تمام. الشباب اللي عندنا اللي هو الثروه البشريه اللي حضرتك بتتكلم عنهم لا موجودين. احنا عندنا قطاعات كبيره جدا زي كشافين الكوره زمان ما كانوا بيروحوا يشوفوا المواهب. بالظبط. لا، انت عندك قدره على اكتشاف المواهب. انت تعلمي حضرتك انه النهارده بقى في مؤسستين، كل مؤسسه عالميه عندها قسمين كبار او 3 كمان، تمام. قسم اسمه اداره المواهب. إدارة المواهب لما بيكتشف من العاملين اللي موجودين أو المتقدمين لشغل وظائف معينة، تمام، قدرة ومهارة معينة يستثمرها فيه، تمام. والحاجة الثانية إدارة المعرفة، وده قسم آخر، إزاي الناس فاهمة البيئة اللي هي بتعمل فيها. والقسم الأبرز والأهم هو قسم التخطيط الاستراتيجي، إن يبقى عند حضرتك رؤية استراتيجية بعيدة المدى تغير. ليه بقول رؤية استراتيجية؟ لأنه هدف البحث العلمي هو تحسين الأوضاع إلى الأفضل. يبقى إذن الرؤية الاستراتيجية هي مكون أساسي. أكيد. طب أنا هستأذن حضرتك، هنتوقف مع آخر فاصل إعلاني ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك. فاصل ونرجع. شركة تيك كود تصدر لأكتر من 20 دولة. طب ممكن نبقى احنا ده على فكرة. طب مش هتكبروا الشركة ولا ايه؟ ما المنتج اهو مستنيين ايه؟ ما يلا. طب بكرة، طب بعد، كل حاجة مش شايف، مش حاسس، مش متأكد لحد امتى؟ طب قررتوا مدير مين؟ راس مالكوا هتزودوه منين؟ قمتوا قلقتوا فتلجلجتوا ولا وضعكم ثبتوا. قوموا قدموا على قرض بنك القاهرة للمشروعات، عيب الواد كبر. كبر مشروعك وقدم على قرض انجاز اونلاين للمشروعات الصغيره وابتدي قصه نجاحك حالا. بنك القاهره، فرص بلا حدود. بتعملي ايه؟ بحول فلوس. ده شغل مكن ده ولا ايه؟ شغل المكن ما فيهوش احساس. احنا بنخدم كل الناس، اسرع اسهل امن اصبت، كله يدوب بزرار مداس، ولا محتاج تستنى سنين، ولا محتاج تمشي بحراس، ولا هبعتك الدور التالت عند عفاف او فتيات. كله هيدخل جوه الفرع من على الكنبه بموبايلات، وادخل بس هساعدك توصل فين وازاي تقضي معاملات. شوف حساباتك، ربط وديعه، عمل الكارت وعمل شهادات، خدمات محفظة شيك في حسابك، كاش إيداعات أو كاش سحوبات. لسه شايف بعد اللي سمعته
إن أنا فعلا مش حساس. إحنا مش مكن، إحنا قلوب مليانة إحساس. عشان تجرب أول تجربة بنكية افتراضية في مصر ادخل على موقع ebank.com.eg. ايبانك، عالم جديد احنا أوله. تطبق الشروط والأحكام. الحياة حب الحياة واوعى تجادلها، الحياة حلوة الحياة. الحياة حب الحياة هتشوف جمالها، الحياة حب الحياة واوعى تجادلها، الحياة حلوة الحياة. حلوة الحياة، عيشها واحنا نأمنها لك. مصر لتأمينات الحياة، بكرة يبدأ النهاردة. إنك تشتري بيت أحلامك فكرة رائعة، بس في أسئلة كتير هتفكر فيها. محتاج فلوس قد إيه؟ ممكن تستلف كام من معارفك؟ فعلا هقدر ولا الموضوع فوق إمكانياتي؟ في طريقة سهلة تلاقي فيها كل الإجابات وتشتري بيتك الجديد مع المصرف المتحد، وبالتعاون مع صندوق التمويل العقاري للإسكان الاجتماعي. هتلاقي البيت المضمون في أحد المشاريع اللي بتقوم بيها الدولة في كل مكان. البنك هيساعدك تعرف ميزانيتك والحد الأقصى للدخل اللي هو 4200 جنيه مصري للأعزب و5700 جنيه مصري للأسرة، ومبلغ القسط اللي تقدر عليه كمان، وتثبيت العائد على أقساط شهرية متساوية طوال فترة التمويل. أقساط شهرية ثابتة أو قسط شهري يزيد بقيمة 7% سنويا. هتقدر تعرف قيمة تمويلك اللي بيوصل ل 85% من قيمة الوحدة. البنك بيسهل لك كل الإجراءات والموافقات المطلوبة وتسدد على 20 سنة. مبروك، دلوقتي تقدر تحتفل في منزل أحلامك مع المصرف المتحد. كلمنا على 19200 أو ادخل على theubeg.com. المصرف المتحد، انطلق معنا. تطبق الشروط والأحكام. هرجع تاني لملف مهم وهو تمكين الشباب. أكيد الأبحاث والدراسات الخاصة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحدثت عن الشباب في أكثر من قطاع، وقدمت لصانع القرار معلومات كيف يفكر الشباب. احنا كنا اتكلمنا على الاتجاه للقطاع الخاص. طبعا الإحصائيات بتؤكد أن تقريبا أن 23.5 مليون من قوى العمل بيشتغلوا في القطاع الخاص، صحيح. و6 مليون تقريبا في الحكومة والقطاع العام، بالزبط. فهو الأغلب. كان الاول مضطرين، انما دلوقتي حضرتك الكلام بتاع حضرتك ان ده اصبح ده فكر. ده حقيقي، ده حقيقي. الدنيا اتغيرت يا استاذ مجدي الحقيقه، لانه شباب النهارده شايفين انه المساله مش مرتبطه بالحكومه بس، تمام، او مرتبطه بالقطاع العام بس. ليه؟ هقول لك بمنتهى الصراحه، يعني كان نظره كتير من الشباب حتى اللي سئلوا انه القطاع الحكومي فيه درجه ما من درجات الترهل والبطء. لا، القطاع الخاص فيه سرعه طبعا، وفيه انجاز في وقته، تمام، وفي كمان ماديا مجزي كمان. بالظبط، الاداره بالاهداف، تمام، ان حضرتك بتديله هدف معين يحققه، تارجت، تمام، وبياخد عائد، تمام، والعائد ده بالنسبه له هيبقى مجزي، تمام. لكن في الحكومه لا، انت قد تستنزفه باستنزاف شديد جدا لكن العائد لا يساوي، تمام. وبالتالي هنا سواء بقى بيبادر بانه يعمل مشروع خاص او بيشتغل في شركه خاصه، تمام، وبيجد التقدير، تمام، يعني بيجد تقدير كبير جدا لانه في درجات ترقي كمان، تمام، بيبقى مسؤول عن حاجه، تمام، بيبقى مسؤول عن مجموعه، وبالتالي عنده قدره كمان ان هو يكتشف مواهب اخرى زي ما قلنا، تمام. في محفز طول الوقت، بالظبط، في محفز طول الوقت. نتمنى ان احنا نستفيد الحقيقه من طبيعه العمل في القطاع الخاص في القطاع الحكومي. اظن ان ده بيحصل دلوقتي بدرجه ما، يعني تمام. ليه؟ علشان يبقى العائد الحقيقه يساوي الجهد الذي يبذله الشباب. الشباب هم راس المال البشري اللي احنا لا يمكن ان نستغني عنه. قديما كنا بنقول انه الارض ومش عارف وراس المال والبشر، تمام، دول القواعد. لا، النهارده نضيف اليهم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات اللي يمكن نحتاج الى حلقه اخرى نتكلم فيها بتفاصيل اكتر عن فائدتها. تمام، يعني الصراحه استفدنا من حضرتك كتير جدا، وبنشكر حضرتك وبنشكر المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، ونتمنى ان شاء الله ان المزيد من الابحاث الواعده والتي تهتم بكل الامور الحياتيه للمواطن المصري في الفتره القادمه. شرفتنا يا دكتور حسن. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور، نورتنا. كان منورنا الدكتور حسن سلامه، استاذ العلوم السياسيه بالمركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه. خلصت حلقتنا معاكم النهارده، وان شاء الله بكره لقاء يتجدد واسره جديده مباشره من مصر. اشكركم. الراعي الرسمي